لكن نحن عرب، القوي بيحاول أن يفترس اللي أقل من قوة بشكل أو بآخر. لماذا؟ الجواب عند صدام. لكن مع الأسف أن الأمور اللي مثل هذه لعلها تعطينا درس أن مستويات الأشخاص ومستوى الأمم ومستوى الأخلاق له مفعول كبير في المواثيق أو الالتزامات اللي تلتزم بها دولة مع دولة. فإذا كان المملكة العربية السعودية بذلت ما استطاعت من مجهود، وما الحقيقة أن الحياة والموت تساوت عندنا واحد واحد، بعد ما احتلت الكويت وبعد ما شفت بعيني وش اللي عمل في الشعب الكويتي. ما عاد في كويت ولا في سعودية، في بلد واحد، يا نعيش سوا يا ننتهي سوا. هذا القرار اللي اتخذته أنا ولا فيه أي سعودي إلا واتفق معي على نفس القرار. يا تبقى الكويت والسعودية يا تنتهي الكويت والسعودية، لا يمكن تنتهي واحدة وتبقى الثانية.